بقاتش يعني الزواج راه ما بقاتش عنده ديك القيمه وديك الاهميه اللي كانت، ومازال غتمشي ليه القيمه ومازال غتمشي ليه الاهميه. فحاولوا تعمروا حياتكم بحاجه اخرى، ما تخليوش الزواج يبقى يعني واحد الهدف اساسي في حياتكم. خليه الهدف ماشي ثانوي، خليه هدف يكون اخر ما في الليسته. جا داكشي اللي بغيتي، ما جاش بنقص منه ما راكيش واقفه عليه. السلام عليكم إخوتي أخواتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم عبد الرحيم. بغينا نتكلموا سريعا إن شاء الله في هذا الفيديو على الموضوع ديال الزواج والطريقة باش كيتناولوه بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا العنصر النسوي. بزاف ديال العيالات كيخرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي كما سمعتوا هذه المرأة، وكيحاولوا يبينوا أنه الزواج شيء هامشي في الحياة وأنه ما كيدخلش ضمن الاساسيات. كما سمعتوا هاد السيده هادي، وهما كي كنعرفوا العيالات مساكن كيقولوا ديما بلسانهم داكشي اللي ما كاينش في الخاطر ديالهم واللي ما كاينش في الداخل ديالهم. كتقول لك المراه راني ما محتاجش للرجل رغم ان في امس الحاجه اليه، وهذا يعني لا يستحق ان نستدل عليه. الواقع يثبته والتجربه تثبته لكل عاقل. إذا على عكس ما قالته هذه السيدة على أنه الزواج ليس مهما وليس حتى أمرا ثانويا وإنما هو أمر هامشي ليست له أي أهمية في الحياة، فعلى العكس من قولها فإن التزاوج غريزة أودعها الله سبحانه وتعالى في البشر من أجل التكاثر، ولو كن مكان هذا الزواج ما غاديش يبقى البشر على وجه الأرض. هذه الغريزة هي مودعة في الرجل والمرأة، وهي تفرض عليه فرضا لا يستطيع دفعها. الرجل محتاج إلى المرأة والمرأة محتاجة إلى الرجل، هذا ليس فيه أي نزاع إلا في عقول بعض النساء. نسمعوا هذا المرأة كذلك اللي هي مرأة كبيرة اش كتقول. يعني شاب ولا شابة ما يتقدموا للزواج حتى يكونوا يعني واقفين على رجليهم، ما يجيش يتزوج يقرا، اولا يقرا يخدم، يعني يبني المستقبل ديالو، عادي يشوف الزواج هو اخر شيء يمكن يشوفوا الشاب ولا شابة. شنو هو السن المناسب للزواج في نظرك؟ والله في الان نقول من 35 للفوق. اما الشابه اللي عندها 20 عام ولا الشاب في الاوليه ديال العشرينات، انا يعني تنصحهم ما يتزوجوش، يبنيو مستقبلهم اولا. والبنت شنو هو السن المناسب؟ بحال البنت ايكوال، بحال البنت بحال الولد، اللي تيلعب الدور اللي تيلعب الراجل تيلعب المراه، فهما متساويان لا فرق بينهم. ابتداء من 35. ابتداء من 35 خاصها اولا تبني المستقبل ديالها وتوقف على رجليها، عاده باش ديك الساعه تشوف الزواج. اذا كما سمعتوا اخواتي اخواتي، هذا الكلام ديال هذه السيده اللي هي كبيره الديه وجايبه في الحياه، كتوصي الشباب رجالا ونساء انهم ما يتزوجوش حتى يفوتوا 35 عام، حتى يكونوا راسهم يقراو ويتوظفوا ويحققوا يعني بزاف في الحياه ديالهم، عاد يمشيو للزواج، وانه الزواج ما خصو يكون حتى لبعد 35 عام. الا كان هذا الشيء يمكن يقبلوا الرجل ويمكن ما يضروش الى حد ما كما قلنا، لأنه الرجل كيبلغ وكذلك المرأة على أقصى تقدير كيبلغ على سن 15 عام، وخصو يصبر كما قالت لك هذه السيدة هذه حتى 35 عام، خصو يصبر 20 عام ما عرف فين بيصرف هذيك الشهوة ديالو لا الرجل ولا المرأة. هذه يعني هما اللي خصهم يجاوبوا عليها. الا كان الراجل كاع صبر وما عندوش مشكل، راه المراه الخصوبه ديالها كتكون في اول البلوغ، يعني ملي كتبلغ المراه كتكون عندها الخصوبه والقدره على الانجاب قبل هذا السن ديال 35 عام. الاوج ديال الخصوبه ديالها هي قبل سن 35 بسنوات كثيره. ملي كتزوج كاع المراه اللي طبقات الوصيه ديال هذه السيده على 35 عام فانها تكون تحت ضغط عدم الانجاب، تقدر تحرم من غريزة الأمومة اللي هي كذلك غريزة أودعها الله سبحانه وتعالى في المرأة. وبينما الرجل يمكن يتزوج على 60 عام كاع ويولد مازال، أما المرأة راه عندها سنوات محدودة، ما يمكنش تولد إلى فات واحد السن كيجيها سن اليأس، وهذا أمر يعني معروف، وأصبحنا نفسر الواضحات وندلل عليها مع كامل الأسف. لكن رجعوا للنقطة اللي هي مهمة كما قلنا، هو انه هذا الراجل وهذه المراه الا بغى يعزفوا على الزواج لانه الزواج ماشي مهم كما قالت لك المراه الاولى،
أو أنهم بيأخروا الزواج حتى السن الخامسة والثلاثين، فالسؤال المطروح هما فين غادي يصرفوا الشهوة ديالهم. كيجيو يعني تزامنا مع الدعوات ديال هاد جوج نساء، وهي أمثلة فقط وإلا فالمؤثرات كثيرات تيقولوا نفس الكلام. كيجي بالتزامن معهم وحدين اخرين كيدعيو للعلاقات الرضائيه خارج اطار الزواج لتصريف تلك الشهوه. اذا دابا حنا ملي كنسدوا البيبان ديال الزواج ولا كنضيقوا البيبان ديال الزواج، راه كنحلوا الباب ديال الزنا والخنا والفجور والفسق والفساد واختلاط الانساب، وهذه هي الخطوره ديال هذه الدعوه. ولهذا نحن نتكلم على هذه المؤثرات اللي كيبقاو كيتكلموا في هذه المواضيع، لان الخطر ديالهم على المجتمع، ولانهم يغيرون افكار الشباب والشابات ويسببون المشاكل في المجتمعات ويتسببون في فساد اخلاق المسلمين. الغريزه كما قلنا كاينه ما يمكنش نهربوا منها، هي جبله طبيعيه. فهي اما تصرفها في الحلال في مصرف الزواج، واما تصرفها في الحرام. كيخرجوا كيقول لك العلاقات الرضائيه ويطالبون تبعا لها بتقنين الاجهاض، يعني تولي البنت كدير يعني العلاقه الرضائيه وكذلك الرجل، وملي تجي شي يعني يجي شي حمل من هذيك العلاقه كذلك كيطالبوا بتقنين الاجهاض لازهاق الارواح البريئه. يعني التخبط اللي كيوقعوا فيه فقط لأنهم هربوا من داك الشيء اللي قال لهم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج وبين لنا أنه ما يمكنش يستغني الرجل على المرأة وكذلك العكس، عندما قال جل جلاله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال كذلك: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه جعل الزواج مودة ورحمة، مودة من المرأة للرجل ورحمة من الرجل للمرأة. فهذا الزواج مبني عليه الاستمرار ديال الجنس البشري. بالنسبة للناس الآخرين اللي ما كيشوفوش هذا الشيء، فما عرفتش واش كاينه الغشاوة على أعينهم أم أنهم أرضوا بما هو خارج التشريع يعني الإسلامي، ورضوا أنهم يعيشوا ويتزوجوا كما تتزاوج الحيوانات لتلبية الرغبات ديالهم. لأنه كما قلنا ما كاينش شي مصرف ثالث، إما مصرف الزواج وإما مصرف العلاقات الزنائية اللي هي مثل ما يفعل الحيوانات بدون عقود ولا رضا الوالدين، إنما يتهارجون ويتكاثرون كما تتكاثر الأنعام. بل حتى هذاك التكاثر كيمنعوه بتقنين الإجهاض، وهذا الشيء راه شفناه في الدول اللي سبقتنا في هذا الطريق. باش نبين لكم كذلك الخطورة ديال عدم الزواج والتداعيات النفسية اللي كتكون غالبا على المرأة، لأنه المرأة بالإضافة إلى حاجتها للزوج من هذه الناحية ديال الغريزة، فهي محتاجة إليه ليحميها وليصونها من صعوبات الحياة. ما غاديش يبقى لها باها وما غاديش يبقاو لها خوتها، وإنما غادي يبقى لها الرجل ديالها والولاد كذلك اللي هما نتيجة طبيعية للزواج. ما يمكنش يكون عندها الولاد إذا ما كان عندهاش الزوج أولا. إذا الزوج فهو بالنسبة للمرأة أكثر من الغريزة اللي هي كما قلنا مودعة فيها، وإنما هو كذلك حماية لها من المجتمع ومن ظروف الحياة الصعبة. هذا الشيء اللي كانوا عايشين عليه الناس حتى اختلت الموازين في هذه الأزمنة، فولينا كنشوفوا بزاف ديال العائلات ينتهي بهم المطاف يا إما في الشارع مشردات وإما في دار العجزة مع كامل الأسف. كما قلنا شوفوا هذه المرأة هذه اللي ما تزوجاتش وردات كما قلت لك هي الازواج، ردات الخطاب. نشوفوا الكلام ديالها ونرجعوا نعقبوا. يجيني ما كنبغيش نتزوج كنقول لا ياك ما عرفتش الوقت دابا دارت عليا الوقت بزاف وتألمت، ودابا مرضت بزاف، مرضت لدرجة ركبني اكتئاب. مرضت النعاس ما تنشوفوش، حيت تفكري ملي كنتي كنتفكر كيفاش كنت عايشه، دابا كيفاش وليت مرضت. انا النعاس اقسم بالله العظيم ما تيغمضش في عينيا، ما تنعش 24 ساعه. اذا كما سمعتوا هذه السيده كتحسر وكتقول لك انها كتعيش في حاله اكتئاب
لانها ندمت على قرارات اتخذتها ملي كانت صغيره، بانها رفضت الخطاب ديالها، كتعيش دابا في ازمه عميقه. وغادي نختم عليكم بهذا الفيديو كما قلت لكم قبيله، بالنسبه للعيالات اللي عندهم واحد الفتره ديال الخصوبه محدوده، فانه بالنسبه للرجال الا كاع عاشوا ولعبوا كما قلنا وحتى الاخر بغا يديروا الدراري، راه يمكن يتزوج على 60 عام ولا 70 عام ومازال يولد. كما قال لك هذا السيد اللي باه تزوج بمو باه كانت عنده 115 عام وامو كانت عندها 15 عام، امو كانت عندها 15 عام، ومن وراء هذيك ال 115 عام ولد 6 الدراري اللي منهم هذا السيد اللي كيعاود هذه القصه. اسمع العلم يا حبيبي، امك وابوك انت، تفضل يا حبيبي. ابد الوالد الله يغفر له مثلا تزوج الوالده وبينهم فرق 100 سنه، هي 15 وهو 115، الله يغفر لهم جميعا. الله المستعان. وكم من جبت؟ 6. اديله وانفخله وارتكيله. هو منها انت من الستة؟ نعم. نص درزه. ما شاء الله عليك. هذا ما كان، اللي عنده شي ملاحظه ولا شي راي مخالف او موافق يكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.